بص كل دبدوب هتلاقيه نايم على جنبه كده. واو، اديها بيستاشيو. صراحه شكله ابن لذين. ايه القرف ده؟ لا دي التانية تقيله. ده ايه ده صوص شاي بلبن ده. بصوا يا جماعه بقى، تفتكروا ايه الفرق بين دباديبو بلبن؟ ده المفروض ان هو ايه المنتج الجديد اللي بلبن عامله، ودباديبو وزير الحلو. عاملين يا جماعه نفس المنتج، الاتنين بنفس الشكل بنفس الاسم بنفس كل حاجه بنفس الصوت اللي بتطلع معاه، بس مش بنفس السعر. هو بنفس كل حاجه حرفيا بس مش بنفس السعر. بصوا ده الباكجينج بتاع بلبن. الاتنين يا جماعه حرفيا ليل نهار دس في بعض. ده يعمل منتج جديد هوبا ده دب طخ يسرقه على طول، ده بقى يعمل منتج جديد دب طخ ايه ده يسرقه جديد، ده يسرقه على طول. ده مسمي نفسه الازرق، يعني ده بيقول على ده الازرق، ده بقى بيقول على ده ايه الحرامي. مع احترامنا للبراندين الصراحه، بس ايه في دست كتير بيحصل ما بينهم، الاتنين بيسرقوا في بعض حرفيا. في بقى حاجات كتيره من ايام الكشري يعني ايه حاجات ما بلاش نجيب سيرتها احسن. إيه خلينا في الحاجات الجديده. الاتنين عاملين نفس المنتج. بلبن عامل اللي هو دباديبو لندن. المفروض دي دب في الدب، اللي هو المفروض ان انا امسك الدب واعمل له ديبنج بقى في الصوص، يعني ده المفروض. وزير حلو عامل برضو دباديبو كيك، بس لا صدقوا ما صدقوا كده في فرق. ده هنا دباديبو لندن، ده هنا دباديبو كيك، في فرق كبير. هنا شكل الدبدوب لابس بقى اليونيفورم بتاع وزير حلو، ولابس كمان الكاب بتاع وزير حلو، لابس ايه اللي هي الوان كلها وزير حلو، وبقى الدبدوب عايش في الشوكولاته. هنا بقى دبدوب الصراحه شكله ابن لذينه. هنا تحسه جاي من 2026، هنا تحسه دبدوب 2014. ايه بس نبدا بايه؟ بلبن. تعالوا نبدا بلبن. ايه اللي بدأ الأصل. تعالوا نبدا باللي بدا ونشوف بقى هل اللي قلده احسن منه ولا لا. بصوا بقى كده، ده شكل ايه التلات دباديب. كل واحد هتلاقيه نايم على جنبه كده. بص كل دبدوب هتلاقيه نايم على جنبه كده ومتغطي بقى بايه ببستاشيو، يعني هتلاقيه متغطي ببطانيه بستاشيو كده. بيجي معاه بقى ايه ريميكال صوصات، صوص بستاشيو، صوص بقى شوكليت، وبقى كمان كندر. ده بيبقى شكل الدبدوب، تحسه ايه صغير شويه كده، يعني دي ممكن تجيب التلاته دول ليك مثلا. ده كده ايه شكلهم، تحس ان التلاته انت ممكن تاكلهم على بق واحد مثلا ايه وتبقى جعان برضو. حاسسهم صغيرين جدا. المفروض بقى ان هي ايه بتدب في الدب. بص الدبدوب ده ايه ده، دي سايحه قوي. المفروض ان هي طالعه من الفريزر كمان، لو هم كاتبين عليها تتجمد في الفريزر. التفاصيل بتاعته خطيره. ده بصوا حتى الرجل بتاعته باينه. بس نشيل ايه المنافس الشرس ده على جنب. وهو ده المفروض ان هو بيتمسك، تمسك الدبدوب كده ياه اللي هو ايه الدبدوب كامل على بعضه. ايه ده؟ لا 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 ده يعني بشوف في الفيديوهات كله بيتمسك كده. انا عرفت اول لما مسكته بايدي. لا يا عم كل عادي بقى، مش عايزين ده. ده هو المفروض يتاكل بالمعلقه، هما بيمسكوه في احنا الفيديو. مالناش دعوه بالفيديو، دي اعلانات. اه لا لا ده احنا لسه ما هنكمل في سلسله الحقيقه والاعلان والجو ده. بص تعالى، ده هنمسك ايه الدماغ، تعالى ناكل الدماغ. يا ايه ده المفروض فادج كيك عليه بقى بيستاشيو، وعليه بقى كمان اللي هو موس شوكليت او موس شوكولا. تعال نجرب اول دي بسم الله. مش عارف، تعال نجربها بيه كسرة بيستاشيو. وطعم البيستاشيو اللي فيها مش باين خالص. بص هو احلى حاجه طعم الموس شوكولا، طعمه جامد الصراحه. معلقه كده ويتغرقوا صوص فستق. يا خرابي الصوص خفيف قوي صح. صوص جامد، بيستاشيو خطير الصراحه. كسرة بيستاشيو حلو. بس انا مش حاسه اختراع قوي. تحسه الهبه. هو تحسه هو الهبه بس. هو الهبه بس بشكل مختلف. فاهمين يعني انتوا بتاكلوا هو شكل جديد لكن طعم عادي جدا. معلقه بيه بقى شوكليت. مش عايز اكل سكر كتير. تعال نجرب بيستاشيو شوكليت. بسم الله. مش عارف، تعال نجربها بالكندر. هي بصوا هي شكلها حلو، شكلها خطير، لكن طعمها عاديه اوفر. هو عامل كده ليه؟ ايه ده صوص شاي بلبن ده؟ ايه ده ميه ايه ده؟ هو فين الصوص؟ شايب لبن. مش طعم حاجه. اجيب لك بقسماط. الصوص ده عباره عن ايه؟ هو سكر. فاهمين هو مسكر قوي. ده مش كندر خالص ولا ليه علاقه بالكندر نهائي، ولا يتقال عليه حتى وايت شوكليت. فاهمين؟ انا شايفها لوحدها احلى الصراحه. هي لوحدها او كسر بيستاشيو، غير كده ما تتاكلش. وبعدين هي الهبه كان عليها كنافه بالبيستاشيو تقريبا. ايه؟ هي الهبه تقريبا بس من غير كنافه. تعالى واحده مميته كده مغرقه بيستاشيو. بص تعالى نمسك ايه المؤخره دي.
اديها بيستاشيو. طلع الوحش اللي جواه. احلى حاجه فيها يا جماعه هو ايه؟ الموس شوكولاته، بس طعمه جامد الصراحه. الفادج اللي جوه ما عجبنيش. يلا بينا بقى على ايه؟ وزير الحلو. دي اقول لك ايه، البوكس ده كله يكفيك مثلا، يكفي 2، ممكن يكفي 3. اقول لك على حاجه، وممكن يكفي 3 وتعملوا ايه؟ تعملوا شير انتوا ال3 مع بعض في صوصات، كل واحد فيكم هياخد دبدوب حلو. الساعة السعر يا جماعه ال3 دول عاملين 195 جنيه. عايز بقى اقول لكم على حاجه، هي جايه اصلا من غير معالق. ليه بقى؟ عشان تدب في الدب. تدب في الدب دي في السعوديه مش هنا في مصر. كل الفيديوهات اللي في مصر ايه؟ بياكلوا بالمعلقه، مفيش حد مسكها بايده خالص غير في السعوديه. ابقى في مصر اكل بالمعلقه اللي انتوا ما جبتهاش اصلا في الكيس. لازم ناكل بالمعلقه وزير حلو. ماشي عادي عادي، ما جاتش بالمعلقه عادي. يلا بينا على وزير حلو. منافس يا جماعه شرس، حلو برضه ملوش حل. بصوا الباكجينج بتاعهم، علبة الكشري تقريبا قديم، يعني الباكجينج ده قديم مش جديد. دبدوب باشا ما وصفنا. نفتح اسمها ايه؟ دباديبو كيك. اوه دي اللي هي ايه؟ دي اللي هي الشوكليت، يعني ده مش شوكولا، المفروض من جوه فادج بقى، المفروض هي نفس المنتج. بس يا جماعه هنا ايه ده؟ ده هنا بتتمسك ايه ده؟ ايه ده؟ بص هنا، هنا الدبدوب بيتمسك. واو ايه ده؟ تعالوا كده. طب ده حاطين ايه عشان يتمسك كده؟ اسمها خش على البيستاشيو. بص، ايه مش حلو صح؟ بتاع اللبن احلى؟ هي بص الصراحه يعني شهاده حق غريبه قوي. ممكن نجربها بالبيستاشيو، اصل هي ما فيهاش صوصات. انتوا عارفين الموس شوكولاته ده عامل شبه ايه؟ الموس شوكولاته دي عامل شبه بالظبط كاكاو من عند العطارين. بص شكلها من ورا. ندب بقى ايه في الدب. نحاول نغرق حته كده بيستاشيو. هو في حاجه بتنزل ولا ايه ده؟ طب نحاول احنا ندب. بص 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 بص، تخيل الدبدوب كده ايه؟ بيستاشيو. يا خرابي. بسم الله. مش عارف، هي كلها عباره عن موس شوكولاته حرفيا. الحته فاج صغيره كده من جوه، لكن مش باينه ولا هتبان في طعمه. عامله 50 جنيه عشان كده. دي بقى اللي هي الوايت شوكليت. اوه الكندر ولا الوايت شوكليت؟ معايا ريميكال صوص ولا عاملين احنا اضافه؟ هو انت اللي بتختار. او بتختار الريميكال صوص اللي هيطلع معاه. احنا اخترنا بيستاشيو واخترنا شوكليت. هو عامل كده تحس الشوكولاته عايزه تتقلب. بص شكلها ايه ده؟ دي خفيفه قوي، تحسها فوم قوي. بص ايه ده؟ لا دي التانية تقيله، ده دي تقل تقيله قوي. دي خفيفه قوي، هتحسها تتعبني. صغيرة. لا لا هو شوكليت. دب الدب في الدب نعمل له دب. طبعا انتوا مش فاهمين حاجه. يا ايه ده؟ هو الشوكولاته عامل كده ليه؟ نفسي كزعت. صراحة أنا كنت بقول عليه منافس شرس، هو مش منافس. ما عجبتنيش خالص بتاعت وزير حلو، ولا دي ولا التانية. مش حلوة خالص أصلا، طعمها مش حلو، الصوصات مش حلوة الصراحة. بس صوص البيستاشيو حلو، لكن صوص الشوكولاتة لا فظيع، مش حلو خالص. واحدة عاملة 50 جنيه بريميكال صوص اللي بيطلع معاه. الاتنين دول كده ب 100. اوفر اول التجربة الصراحة شايف وزير حلو لا منتج فاشل. في منتجات فعلا بيعملها بيقلدوا بعض فيها وبتبقى جامده جدا وبتبقى بسعر اقل وكميات اكتر، لكن هنا الصراحه لا منتج فاشل. ده منتج يتشال من المنيو حالا. حرام بجد وزير حلو يبقى بيقدم منتج شبه ده. تشتري بقى دباديبو بلبن ولا دباديبو وزير حلو؟ الصراحه أنا يعني في الاختراع ده، في المنتج ده تشتري دباديبو بلبن. عامه ده مش اعلان بلبن ولا اعلان لوزير حلو، بس ايه كايه كتجربه في العموم الصراحه شايف الاحلى هو بلبن. كمنتج بقى وككل حاجه. وزير حلو ما عجبنيش خالص. سعره ارخص لكن مش حلو. وبس كده يا جماعه، دي كانت مقارنه ايه عنيفه كده بين براندين اعنف من بعض. وبس كده يا جماعه، كان معاكم جو ناصر. سلام.